زيادة معاشات أغسطس 2023 التفاصيل الكاملة 600 جنيه زيادة جديدة وبأثر رجعي. أهلا بكم من جديد متابعينا الكرام، ونتمنى دائما أن تكونوا في أفضل حال. 600 جنيه زيادة جديدة وبأثر رجعي من شهر إبريل، مفاجأة جديدة تنتظر أصحاب المعاشات في هذا التوقيت. ويتساءل أصحاب المعاشات: هل يوجد زيادة في المعاشات الشهر القادم أغسطس 2023 أم لا؟ من جانبها أكدت هيئة التأمينات أنه لا يوجد أي زيادة جديدة سوف تصرف لأصحاب المعاشات مع مستحقات الشهر القادم، بخلاف الزيادة السنوية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر إبريل الماضي، والتي تقدر بنسبة 15%، حيث تتراوح ما بين 175 جنيها إلى 1635 جنيها، و350 جنيه زيادة جديدة. وعلى الرغم من ذلك يمكن الرد على هذا السؤال بأنه نعم، سوف يكون هناك زيادة سوف تصرف للمعاشات الشهر القادم، حيث سوف يحصل عليها أعضاء نقابات الأطباء البشريين والصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين، وذلك بعد قرار اتخذته نقابة المهن الطبية الخاص بزيادة المعاشات بنسبة 35%، حيث يبلغ ما يحصل عليه صاحب المعاش 1350 جنيه بدلا من 1000 جنيه. وأوضحت اتحاد نقابات المهن الطبية في نص قرار الذي أصدره منذ فترة أن هذه الزيادة سوف يتم البدء في صرفها يوم 8 من شهر أغسطس القادم، وسوف تستمر عملية الصرف لمدة يومين حتى يوم 10 من الشهر نفسه عبر المنافذ المتعارف عليها. وعن 600 جنيه زيادة في المعاشات، في المقابل أعد أيمن عبد المجيد رئيس لجنة المعاشات وهيئة التأديب بنقابة الصحفيين بإعداد مذكرة رسمية لعرضها على مجلس النقابة في اجتماعه القادم، والتي يطالب فيها بزيادة بدل أصحاب المعاشات بمقدار 600 جنيه، أسوة بالزيادة التي سيحصل عليها أعضاء النقابة في جداول المشغلين وتحت التمرين. طبتم وطابت أوقاتكم وسلم الجميع، وتحياتي لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.